قصة الإسراء والمعراج هي قصة تاريخية ودينية مشهورة في الإسلام، وتتحدث عن رحلة خاصة قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، حيث تسلم بمكة إلى السماء، ومن ثم تجول في السماء وزار مواقع خاصة ومقدسة، ثم عاد إلى مكة في الصباح الباكر. وقد وردت هذه القصة في القرآن الكريم في سورة الإسراء. من بين المعجزات التي حدثت في الإسراء والمعراج: أولاً، الرحلة الليلية إلى السماء، حيث قاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة من مكة إلى السماء، وهذه الرحلة كانت بمعجزة من الله. ثانياً، زيارة المواقع السماوية. خلال رحلته زار النبي صلى الله عليه وسلم مواقع سماوية مهمة، مثل بيت المقدس والجنة والنار. ثالثاً، لقاء الأنبياء السابقين، التقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السماء بالأنبياء السابقين مثل موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام. رابعاً، تنزيل الصلاة الخمس. خلال الإسراء والمعراج تم تنزيل فريضة الصلاة الخمس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المعجزات التي حدثت خلال رحلة الإسراء والمعراج، والتي تعتبر من أعظم المعجزات في تاريخ الإسلام. لا